الراجل بيبان انه في حاله وبيفقد عيلته كلها، وبيبقى كل همه انه يلاقي جثة ابنه علشان يدفنها، لكن بتنقلب حياته لما بتدخل جماعة إرهابية فيها، وبنكتشف هو مين ومكان ابنه. وظابط اتطرد من الجيش بعد ما قتل 370 جندي لوحده، فقرر يسيب العنف، لكن بتحصل حاجات بترجعه تاني. واحد بيفقد أسرته كلها وبيفضل طول عمره يدور على ابنه، ولما بيلاقيه بتكون الصدمة. بيبدأ فيلمنا في بلد غريبة، وبنشوف بطل الفيلم اللي بيكون راجل صيني واسمه جون، وبيكون عدى 10 سنين على أسوأ يوم في حياته، يوم ما فقد مراته وولاده الاتنين في حادثة انفجار العربية، وكلهم ماتوا محروقين، وعرفوا يوصلوا لجثة مراته وبنته ودفنوهم، لكن جثة ابنه لسه ما اتلاقتش لغاية دلوقتي. وجون كل شوية رايح جاي على قسم الشرطة يسأل إذا كان لقوا جثة ابنه ولا لسه، وبيكون متضايق من الشرطة لأنهم ما بيعملوش حاجة، وإنهم مش زي شرطة بلدة الصين. وبنعرف إن شرطة البلد دي القضايا فيها بتاخد وقت كبير منهم علشان تتحل، ده غير كمان انهم مرات كتير بيقبضوا على ناس غلط، والافظع كمان انهم مرات الشرطه بتتهم الضحايا وبيسيبوا المجرمين الحقيقيين من غير عقاب. وجون بيقرر انه هيرجع البيت زي العاده من غير ما يستفاد حاجه، وبيركب مع سواق تاكسي كان برضه صيني، والسواق بيشوف جون بيروح لقسم الشرطه كل اسبوع تقريبا، فبيقرر انه ينصحه انه يستسلم ويرضى بقدر ربنا وينسى الموضوع ويركز على مستقبله، لكن جون بيقول له انه مش هيقدر يرتاح قبل ما يدفن ابنه. وبنعرف ان عنده علامه ولاده حمراء في اخر رقبته ورا ودنه. وبنعرف كمان ان جون عايش في مدينة صغيرة مخصصة للمجتمع الصيني، وبيشتغل في محل بقالة صغير، ودي الحاجة الوحيدة اللي حافظ عليها بعد موت عيلته. وفي اليوم ده المحل كان مليان زباين، ومنهم سيلوجاي والمعروف بلوبغاي، واللي بيبقى باين عليه انه غني لكنه بيكون عايز خصم، وكمان كان بيهين جون. لحسن الحظ كان في زبونة تانية اسمها سوزان، وبتكون متضايقة من اسلوب سيلوجاي، وبتقول انها هتعمل خصم 50% لاي حد يطرد سيلوجاي بره من المكان ده. وما عادتش فترة طويلة وظهر 2 من الشرطة المحلية واللي كانوا عارفين جون كويس، وفجأة حصلت هزة قوية وسط ما الكل كان لسه شغال. وبنرجع قبل الوقت ده بساعة وبنشوف بيت عليه حراسة كتيرة، وكمان من 2 من عملاء FBI، و3 أطفال كانوا بيرموا عليهم حاجات لأنهم شايفين إنهم بس بيخربوا المكان، لحد ما فجأة ظهرت جماعة إرهابية هجمت المكان ده، واللي كان فيه ست الشاهدة على جماعة إرهابية وكل الحرس الموجودين لحمايته، لأن الست دي كانت عضو سابق في تنظيم إرهابي، لكنها انقلبت عليهم فبدأوا يطردوها ويحاولوا يموتوها. لما واحد من الجنود وكان بيدور على الست اكتشف إنها هربت من الباب الخلفي، فلما الجماعة الإرهابية دخلوا لقوا بس جنود من القوات الخاصة، فقتلوهم كلهم ما عدا واحد قرروا يسيبوه عايش علشان يحققوا معاه، واخدوا الشخص ده بعد كده قدام رئيس الجماعة الإرهابية علشان يسأله عن مكان الست اللي هربت، بس الكابتن ما كانش عارف هي فين وفضل ساكت. وبعد فترة مش كبيرة جالهم مكالمة من مسؤول كبير في الحكومة، واتضح ان الجماعة الإرهابية دي بيمولها وبيتحكم فيها الشخص ده، لما سمع ان واحدة من الجماعة خانتهم وهتبقى شاهدة ضدهم. والمسؤول اتوتر جدا وأمر رئيس الجماعة انه يمسك الست دي بسرعة، لان لو ما عملش كده مش بس الجماعة هتتفكك، كمان اسم المسؤول نفسه هيبقى في خطر وهيتفضح، وده هيبقى نهاية كل حاجة. والمسؤول ادى رئيس الجماعة مهلة 12 ساعة يمسك فيها الست، لو في ال 12 ساعة دول ما قدرش يمسكها المسؤول هيضطر يقطع الاتصال معاهم ويوقف التمويل للجماعة، وده هيبقى نهاية كل حاجة. وفي معمل كان بيشتغل فيه واحدة اسمها شيري، ودي واحدة من أفضل تلامذة الزعيم شيري، وقالت إنها تقدر تحدد مكان الست اللي هربت باستخدام جهاز تتبع خاص. قبل ما يتحركوا للمكان الزعيم أمر واحد من تلامذته التانيين اللي اسمه سامسول إنه يفجر الطريق الوحيد في الجبال علشان محدش يقدر يدخل أو يخرج من المدينة، بما فيهم الست الخاينة اللي بيدوروا عليها. وبعد ما عرفنا سبب الهزة العنيفة اللي حصلت قبل كده، نرجع دلوقتي للحاضر علشان نشوف جون وبعض الناس اللي لسه موجودين في محله، والراديو بيعلن إن الطريق الوحيد للخروج اتقفل بسبب انهيار أرضي، وده معناه إنهم كلهم محبوسين في المدينة الصغيرة دي. وبعد وقت قليل ظهر قسيس شايل طفل مصاب ومعاه واحدة ست، واللي بيكون اسمها يولي، ودي بتكون العضوة السابقة في الجماعة الإرهابية اللي خانتهم، واللي كل حاصل ده علشان يوصلوا لها. ولسه مش عارفين ايه ماضي جون، لكن واضح إن عنده خبرة في حاجات زي علاج الجروح الخطيرة اللي كان بيعاني منها الطفل ده. فجأة ظهرت الجماعة الإرهابية بعدد كبير جدا ومستعدين يهاجموا محل جون، وجون ما كانش عايز يتورط في المشكلة دي لأنه مش شايف إنه عمل حاجة غلط. وسلجة و2 من المدنيين قرروا يطلعوا ويسلموا نفسهم، لكن سلجة كان هيموت لولا إن جون شد جوه المحل. وفجأة بيظهر الزعيم الكبير اللي كان تلامذته بيحترموه جدا، وده بيكون باين لما قعدوا كل الأعضاء ركعوا تعبيرا عن احترامهم ليه كشخص بيعتبروه زي الأب ليهم.
عليهم، والزعيم يقدر انه يهاجم الكل ويذبحهم، لكن مع ذلك باعتباره زعيم كبير وعنده خبرة كبيرة بيقرر يديهم فرصة للمفاوضات. وبنعرف في النهاية ان الولد الصغير المصاب اللي جابه القسيس هو في الاصل ولد مخطوف علشان يتدرب تحت ايد الزعيم. وبنعرف ان معظم رجالته اتخطفوا من اهلهم وهم صغيرين وتربوا واتعلموا تحت ايده واتعمل لهم زي غسيل دماغ علشان يمشوا ورا كلامه بدون تفكير. وبيعرض الزعيم صفقة عليهم انه يدوا له يولي والولد الصغير قصاد شنطة مليانة فلوس، وبيديهم مدة للتفكير حوالي 3 دقايق، ولو الوقت انتهى هيبتدي يتحرك. ويولي بتبقى مش عايزة تورط حد معاها في مشكلتها، فبتقرر انها تسلم نفسها وبتدي فلاشة فيها ادلة على جرائم الجماعة الجن وهي رايحة ناحية الباب. لكن جون ما عرفش ايه اللي خلاه يوقف يولي ويمنعها تطلع، وكأنه بيتحدى الزعيم وجماعته. لما الزعيم فهم انهم مش هيسلموا يولي ونادى واحد من اتباعه اسمه جورجون، راجل طويل وضخم لابس قناع حديد على راسه، وتكلف انه يدخل وياخد يولي والولد الصغير، لان المدينة دي كانت منطقة حرب زمان وكان في ملجأ تحت المحل على هيئة نفق سري. فجون قال للناس يدخلوا فيه، وهو رجع للمحل علشان يجهز فخ عبارة عن انبوبة غاز صغيرة ومسامير جوه الميكرويف. واصحاب جون كانوا في النفق، بس لما حاولوا يفتحوا باب الغرفة المؤمنة اللي فيها الامان الباب ما اتفتحش علشان كان صدى. وشفنا شطارة جون للمرة الثانية لما استخدم الكهرباء كوسيلة علشان يفتح الباب، بس ده ما كانش كفاية للأسف، وكان لازم يرجع للمحل تاني علشان محتاج حاجات معدن زي سكينة، والمخاطرة كانت كبيرة لكن لازم يروح. وجون كمان بيستخدم الكاوتش اللي عند سوزان كقنبلة دخان سامة علشان يعطل الزعيم شوية. وفي نفس الوقت جون دخل في خناقة مع جورجون واللي لسه عايش ولسه قوي كفاية انه يحارب برغم الانفجار اللي حصل. وجون بدأ يعمل حركات هجومية اللي الطبيعي محدش يعرف يعملها، بس جورجون كان قلقان من جون زي ما جون كان قلقان منه، وعلشان كده القتال استمر لفترة طويلة. وفي نص القتال ده واحد من الموجودين حاول يساعد لكنه للأسف مات. وبعد ما مات راجل من رجالة الزعيم وصلوا للمكان، لكن جون كان سريع واتحرك بمهارة لدرجة انه قدر ياخد مسدس منهم ويخلص عليهم كلهم. وبعد ما خلص على الرجالة اللي لسه جايين دلوقتي جه وقت جون علشان يواجه جورجون تاني اللي لسه واقف على رجليه وبيستخدم شاكوش كبير. وجون في الاخر قدر يصيب جورجون في اكتر من مكان في جسمه لحد ما اتغلب عليه. وبعد ما خلص من جورجون، جون واصحابه قدروا يفتحوا باب الحديد باستخدام الكهرباء. وفي اللحظة اللي قدروا يهربوا فيها الزعيم وصل واكتشف ان جورجون مات بطريقة بشعة، وده خلاه يحس بجرح كبير في قلبه. والشيري كانت بتعتبر جورجون زي اخوها، وبنعرف ان ده بسبب انها لما كانت صغيرة وضايعة من اهلها الزعيم الكبير اخدها ورباها، وجورجون كان الشخص الوحيد اللي كان كويس معاها، حتى انه كان بيديها حاجات حلوة زي الكرز. وعشان كده لما شافت اخوها مات شيري طلبت من الزعيم انها تدخل تحارب جون بنفسها وتنتقم له. وسامسول قدر يجمع معلومات عن جون اللي اتضح انه كان جندي سابق ومش جندي عادي، لا ده كان عضو في قوات خاصة واتطرد من الجيش لانه كان عنيف جدا ومحدش كان قادر يتحكم فيه. فسجله العسكري مكتوب انه خلص على حوالي 370 جندي لوحده، وده خلى الوضع اخطر. وجون عرف ان الوقت مش في صالحهم، فطلب من الباقيين انهم يهربوا وهو هيواجه شيري وباقي رجالة الزعيم اللي كانوا جايين قدام جون، وكان بيقدر يتجنب الرصاص وما كانش عنده اي تردد انه يقتل اعدائه بطرق وحشية ومميتة. وبعد ما خلص على حراس شيري بقت المواجهة بين جون وشيري واللي كانت لسه بنت صغيرة، لكنه كان مستعد يعلمها درس قاسي. وشيري ما كانتش سهلة زي ما تخيل جون، وقدرت تواجهه وتبقى ند ليه في القتال لحد ما هما الاتنين تعبوا تماما. لكن القتال مش بالعضلات بس بالعقل كمان، وجون كان عنده خبرة اكتر منها في النقطة دي. ولما شيري انهزمت ثابت في السر قنبلتين، وبعد ما حصل الانفجار جون فقد وعيه لفترة، لكنه فاق وراح يلحق الباقيين. دلوقتي هما محبوسين في النفق وقدامهم باب حديدي مستحيل يفتحوا، وراهم الانفاق مقفولة بسبب الانفجار وهما مش عارفين يرجعوا. فجأة الشرطي حس ان في هوا بيعدي، وده معناه ان في مخرج قريب منهم، وفضلوا طول الليل يدوروا على المخرج. وفي الاخر وصلوا البرج قريب، وفي اللحظة اللي سيولوجا كان فاكر انهم خلاص هربوا وبقوا في امان، ظهر قناص كان متمركز من امبارح وقتل سوزان المرأة اللي كانت معاهم. وبعدها بدأ القناص يقتل واحد ورا التاني منهم الشرطي اللي ضحى بنفسه علشان يحميهم. وفي النهاية اللي فضلوا هم جون والشرطي ويولي والراجل القسيس. وجون خدهم لمخزن كان بيخزن فيه البضاعة وطلب منهم يروحوا المكان آمن، وده كان الوقت اللي جون بيبين فيه مهاراته الحقيقية. وجون ساب رجالة الزعيم يدخلوا من غير ما يعرفوا انه مجهز مجموعة من الفخاخ المميتة، وده هتخليهم يتصدموا بالظبط زي روبرت مايكل. وجون استخدم مسقبة علشان يخلص على واحد منهم، وكمان استخدم سلك طويل علشان يشنق واحد تاني. وجون واضح انه معجب جدا بروبرت مايكل وبيقلده في كل الفخاخ اللي استخدمها بعد ما خلص على كل الرجالة اللي دخلت. وسامسون حاول يتابع الأخبار فحاول يتصل بأحد رجاله، لكن جون استولى على جهاز الاتصال ووجه تحدي لسامسون انه بيجي يتقاتل معاه دلوقتي. وجاه وقت سامسون، ولما سامسون رجع يتصدم لما شاف رجالته في حالة مزرية، وحاول يفضل متماسك وما يظهرش خوفه، لكن كان واضح انه متضايق من اللي حصل. وجون كان مجهز فخ كمان على شكل مسحوق قابل للاشتعال، وده عمل انفجار كبير، وسامسون كان الوحيد اللي نجا من الحادث اللي حصل. وسامسون في الاخر قرر يقتل جون مباشرة، وكانت المعركة عنيفة جدا لانهم كانوا بيتقاتلوا بايديهم بس، لحد ما جون اتصاب برصاصة من واحد من رجالة الزعيم اللي جوه. لكن اصحابه ظهروا فجأة وقدروا يقضوا عليه بالهجوم الجماعي. وبرغم
بالرغم ان جون كان مصاب الا انه كان لسه قادر يمسك سامسول في حركه تخليه مش قادر يتحرك، والكل لاحظ ان سامسول عنده علامه ولاده حمراء في رقبته، ودي كانت المفاجاه ان ابن جون لسه عايش وهو نفسه سامسول. وبمجرد ما جمع جون سابه وما بقاش بيهاجمه، وسامسول ما كانش عارف ان جون هو ابوه. وفجاه سامسول طعن جون بالسكينه من غير اي مقاومه من جون، وجون كان بيلعب في شعره، وهنا سامسول ادرك ان الشخص اللي قدامه هو ابوه. بس اللحظه ما طالتش لان الزعيم الكبير وصل ومعاه سكينه، وفجاه سامسول هاجم الزعيم وقتله بايده. في اللحظه دي جون كان وقع على الارض مصاب وكان في حاله حرجه، وفي النهايه جون كان بيستعيد وعيه بعد ما وقع في غيبوبه طويله. وسامسول قرر يرجع الصين ويعيش في قريته، ويولي قررت تسيب البلاد وتبدا حياه جديده، وكمان تسلم الفلاش ديسك اللي فيه ادله عن الجرائم للسلطات. لكن المفاجاه الصادمه كانت لما اكتشفوا ان القسيس كان في الحقيقه تلميذ مخلص للزعيم الكبير، وكان متنكر وهرب بالفلاشه، وده كان صدمه للجميع. وبكده نكون وصلنا لنهايه الفيلم. قولنا بقى كنتوا متوقعين المفاجاه اللي في الاخر ولا لا؟ شكرا لكم ونشوفكم في الفيديو الجاي، وسلام.